بطل العالم في فئة أقل من 20 سنة هو المغرب في محلة الأرجنتين في الوصافة. وللحديث بشكل أعمق عن هذه المباراة النهائية نتواصل من جديد مع غوستافو مارتينيز. غوستافو، الأرجنتين خسرت نهائي كأس العالم تحت 20 سنة. حدثنا عما يقال هناك في الأرجنتين، هل يعتبر ذلك فشلا أم كيف يقيم ما حدث في هذه المباراة النهائية أمام المغرب؟ حسنا زملائي، أعتقد أنه في هذا السياق لا يمكن الحديث عن فشل، لأن الوصول إلى المباراة النهائية يعني أنك تجاوزت عدة خصوم، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير. كما أرى أن هذا أمر رائع بالنسبة لهذه الجيل الجديد، لأننا رأينا دماء جديدة ستنضم مستقبلا إلى المنتخب الأول الذي سيخوض التصفيات وكؤوس العالم وغيرها من المنافسات. هناك لاعبون تألقوا وأظهروا قدراتهم، وأعتقد أن سكالوني يدرك الآن أن لديه مجموعة من الشبان الذين سيمنحونه الكثير في المستقبل. ورغم الخسارة يجب أن نعلم الصغار، أولئك الذين ينبهرون بانتصارات الأرجنتين، أن الهزيمة أيضا جزء من العملية الرياضية، وهذا لا يعني أن المشاركة لن تكن رائعة. لقد كانت حملة بلاسنتي ممتازة والدفاع كان قويا، لكن كما قلت سابقا كرة القدم فيها مفاجآت، وهذه المرة كانت الخسارة من نصيب منتخب فاز من قبل ب6 ألقاب في هذه الفئة. كنت قد قلت يوم الجمعة إن المغرب يملك ميدالية برونزية أولمبية وبلغ نصف نهائي كأس العالم للكبار، وهو بطل إفريقيا تحت 17 وتحت 23 سنة، وها هو اليوم بطل العالم تحت 20 سنة. وكما قال بيراردو قبل عقود، مستقبل كرة القدم هو للمغرب. غوستافو، هل ترى أن الانتقادات الموجهة للاعبي الأرجنتين بسبب استخدامهم الأبواق وموسيقى تشافو ديل أوتشو والأغاني التي تسخر من المنتخب الكولومبي مبررة؟ فالكثير من الناس بدأ وكأنهم يريدون خسارة الأرجنتين. ¿Te parece justa la crítica a los jugadores argentinos por lo de las bocinas y que la música del Chavo del Ocho y que la música con las canciones alusivas a la selección Colombia, como que mucha gente los quería ver perder a los jugadores de Argentina? هذا جزء من الفولكلور الكروي في الأرجنتين. ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا، فقد حدث أيضا بين المنتخبات والأندية. حتى في مونديال البرازيل قبل سنوات رأينا شيئا مشابها في التنافس بين البرازيليين والأرجنتينيين. إنها مجرد ألوان ومشاعر ورغبة في استفزاز الخصم، كما عندما يفوز أحدهم على زميله في مباراة ودية ثم يمازحه في العمل. لكن يجب أن يؤخذ الأمر بروح رياضية لا أكثر. Pues molestar al rival es como cuando uno le gana el clásico a su compañero de equipo, no va a la oficina o el trabajo a molestar a los demás, y esa manera que se lo toma hay que manejarlo de una manera folclórica nada más, por supuesto, compañero. صحيح، هناك طرق للتعبير وبعض التصرفات كانت غير مناسبة فعلا، مثل الأغنية الخاصة بكولومبيا، وحتى بما يخص المكسيك كان ذلك غير ضروري. كما قال غوستافو مارتينيز، الجماهير يمكن أن تفعل ذلك من باب المزاح، لكن عندما يصدر من اللاعبين أنفسهم فإنه يخلق ضدهم ردود فعل سلبية. شكرا جزيلا غوستافو مارتينيز على هذا التحليل، دائما يسعدنا وجودك معنا. تحياتنا وإلى اللقاء في مناسبة قادمة.